هذه الأيام شهدت تطورا مرعبا للعمليات الإرهابية، فإضافة إلى العمليات الإرهابية التي ضربت في بغداد ومحافظات أخرى، كانت الجريمة النكراء البشعة التي حصلت في لبنان في الضاحية الجنوبية وذهب ضحيتها العشرات من المدنيين والأطفال والنساء. وبهذه المناسبة نعزي الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية والإخوان في حزب الله وحركة أمل، ونعزي الشعب العراقي جميعا بالشهداء الذين سقطوا بهذه الأعمال الإرهابية الغادرة، إضافة إلى الشهداء الذين يسقطون مضرجين بدم الشهادة في ساحات القتال، ساحات الشرف والعز والكرامة. وأمس أيضا تطور جديد ملفت للنظر، الجريمة الإرهابية البشعة التي حصلت في فرنسا والتي ذهب ضحيتها لحد الآن ما يقرب من 160 ضحية، إضافة لعدد كبير من الجرحى. هذه رسائل، وأعزي أيضا بهذه المناسبة الحكومة والشعب الفرنسي، ولكن أود أن أقول هنا كما قلنا سابقا وحذرنا وقلنا بأن الإرهاب يحتاج إلى حرب عالمية، وأن تجتمع إرادة كل الدول والشعوب والحكومات من أجل مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تنطلق من عقدة التطرف المذهبي والديني التي اتسم بها المذهب الوهابي، والذي بدأ ينتشر في جميع البلاد الإسلامية وحتى في البلاد الأوروبية. وهذه خطورتها أن هذه الأعمال الإرهابية والجرائم تأخذ ثوبا وكأنه ثوب الإسلام، والإسلام